السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي افضل حال. وصفتنا اليوم اللازانيا هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهقول لكم ازاي تستوي معاكم مظبوط ويطلع معاكم احلى مكرونة لازانيا. اول حاجة هجهزها اللحمة المفرومة. نزلت ب2 معلقة كبيرة من السمنة، ممكن نستبدلهم بزيت. واول ما السمنة تسخن معايا هنزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هتشوحي اللحمة المفرومة كويس جدا لحد ما تنشف كده من السوائل اللي فيها ويتغير لونها ويبقى بالشكل ده. عايزين اللحمة المفرومة تكون مفلفلة معانا بالشكل ده. هتنزلي على اللحمة المفرومة ب2 بصلة كبيرة مفرومين ناعم بالشكل ده، و2 فص من الثوم مفرومين. هتشوحي البصل مع اللحمة المفرومة لمدة دقيقة دقيقتين كده. عايزة اقولك الخطوة دي هتخليكي تحسي كأنك شوحتي البصل لوحده، وكمان هياخد من طعم اللحمة المفرومة. هضيف على اللحمة المفرومة البهارات: معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، معلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الشطة طبعا تقدري تستغني عنها. ونزلت بورق لورا وروزميري، ورقتين صغيرين من النعناع المجفف. قلب البهارات مع اللحمة كويس جدا، وعايزة اقولك هتشمي احلى ريحة. نزلت ب2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. بحب اقلب الصلصة واديها تشويحة بسيطة كده مع اللحمة الاول قبل ما انزل بعصير الطماطم. هنزل عليهم ب4 كوبايات من عصير الطماطم. عايزه اقول لكم عصير الطماطم ده مركز، ما كانش فيه ميه كتير. ضفت نص كوب من الميه بس ما ظهرش في الفيديو، فضيفي ميه. ونزلت بربع معلقه صغيره من السكر عشان تقلل حموضه الطماطم. عايزه اقول لكم بتفرق جدا في الطعم. هتغطي اللحمه المفرومه وتسيبيها على نار متوسطه لحد ما اللحمه تتسبك معاكي وتبقى معاكي بالشكل ده. لو لاحظتي ان سوائل اللحمه المفرومه قليله زودي ميه، لان عايزه اقول لكم هي اللي بتساعد ان اللازانيا تستوي معاكي. لحمه كده اعتبر استوت معايا. في اخر حاجه بضيفها فلفل اخضر مقطعه مكعبات بالكميه اللي تحبيها، ورشه من الزعتر تقريبا نص معلقه صغيره. عايزه اقول لكم بتفرق في الطعم والريحه جدا. نفسي بجد تشموا ريحه رهيبه. انا هنا بشيل الاوراق اللي هو ورق اللورا والروزميري عشان ما يضايقناش طبعا في الاكل. وبكده اللحمه المفرومه بقت جاهزه معانا. يلا نجهز صوص البشاميل. في حلة على نار متوسطة نزلت ب6 معالق كبيرة من السمنة، ممكن تعملي ميكس بين السمنة والزيت. ونزلت بكوباية زائد معلقة كبيرة من الدقيق، تقريبا 6 معالق كبيرة هرمية. هتشوحي الدقيق لمدة دقيقتين تقريبا لحد ما يبقى معاكي باللون والشكل ده. لو حسيتي ان الدقيق متكتل معاكي مش قوام كريمي، يبقى محتاج سمنة او زيت كمان. اول ما يوصل معاكي بالشكل ده هتنزلي عليهم ب2 لتر من الحليب. يفضل ان انت بايد بتنزلي الحليب والايد التانية بتقلبي. الخطوة دي هتخلي القوام معاكي كريمي والدقيق ما يكلكعش او يتكتل منك. بالنسبة للبهارات نزلت بمكعب مرقة، تقدري تستغني عنه. انا بستخدم مرقة خضار، معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، 2 ورق لورا. صوص البشاميل للازانيا بيكون خفيف نوعا ما مش تقيل، فلو حسيتي انه تقيل معاكي زودي شوية حليب او مية. هو ده القوام المظبوط لصوص البشاميل. فيلا بينا نجهز احلى صينية لازانيا. استخدمت صينية مقاس 34 في 24. بتدهنيها دهنة بسيطة من السمنة، توزعي طبقة من صوص البشاميل وهتنزلي عليهم بشوية من اللحمة المفرومة مش كتير. هترصي المكرونة اللازانيا بالشكل ده. بترصي واحدة وعلى جنبها او طرفها كده بترصي التانية وهكذا. بعد ما بترصي طبقة من اللازانيا هتنزلي عليهم بشوية من صوص البشاميل، شوية من اللحمة المفرومة، وهكذا هتكرري الخطوات. طبقة لازانيا، طبقة صوص بشاميل، طبقة لحمة مفرومة، لحد ما ترصي الكمية اللي معاكي كلها. انا استخدمت تقريبا اقل من 700 جرام من المكرونة اللازانيا، عملوا لي 5 طبقات. ونوع المكرونة اللي انا استخدمته الملكة. عايزة اقولكوا حلو جدا، وما بتسلقيش المكرونة قبل ما بتستخدميها. صوص البشاميل الخفيف والصلصة اللي موجودة في اللحمة المفرومة بتساعد ان المكرونة تستوي كويس. المكرونة اللازانيا بتحب اضافة الجبن، فاي جبنة متاحة عندك، موزاريلا، تشيدر، ضيفيها كده طبقة في النص. بعد كده ترجعي تنزلي بطبقة تاني من المكرونة وطبقة من الصوص وطبقة من اللحمة المفرومة لحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي كلها. واخر طبقة خالص هنرش على الوش كده جبنة موزاريلا. هتغطي الصينية دي كويس بصينية اكبر، او تغطيها بورق فويل وتدخليها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. تكوني مشغلة فرن فقط بدون شواية. هتاخد معاكي من 30 ل 40 دقيقة. هتختبري السوا بعد 35 دقيقة تقريبا. لو لقيتيها استوت تمام هتشيلي الغطا من عليها وتسيبيها تحت الشواية لحد ما تاخد لون معاكي، وهيطلع معاكي احلى صينية مكرونة لازانيا. طعم وريحة في منتهى اللذاذة. بجد مفيش بعد كده
خطيرة مظبوطة جدا. رشيت عليها رشة كده من البقدونس، وبجد خطيرة، لازم تجربوها. اذا عجبتكم الوصفة اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.